وسهلا فيكم أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. بالنسبة لهالوقت الحالي وبالنسبة للوقت الماضي، خلينا نعمل مقارنة سريعة وبسيطة وكتير حلوة وسهلة. بالوقت الماضي كان في شيء اسمه حب، كان لما إذا أنا حبيتك من دون أي مجاملة، من دون أي شيء، من دون أي مقابل. بس هلأ أنا ما بحبك بدون سبب، ما بحبك من دون مصلحة، ما بحبك من دون ولا شيء. حتى إذا بضحك لك ما بضحك لك من دون ولا شيء، بده يكون في سبب ورا هي الضحكة. طيب تمام، بنمشي لقدام شوي. يا ترى لما أيام زمان يكون معنا مصاري كتير، كان عادي، كنا نشتري مثلا سيارة، بيت، شيء كويس، نحاول نبني حالنا. بس المحبة كانت موجودة، ما كان كل شيء بينشرى بالمصاري. ما كان كل شيء، كان في الإنسان عنده كرامة ما بينشرى بالمصاري. الحب ما كان بينشرى بالمصاري. كتير شغلات ما كانت تنشرى بالمصاري. طيب تعالوا نيجي هلأ لوقتنا الحالي. وقتنا الحالي للأسف الحب ما رح أقول مات، 99% منه ما ضل شيء اسمه حب. الحب على الهاوية، على حافة الانقراض. المال هو كل شيء. أنا مستعد حب شخص، ليش؟ لأنه معه مصاري. المصاري بيشتري الحب. ما فيك هلأ تقول أنا فيك بنرزق، أنا بحبك بنرزق، لا، ما رح يمشي الحال. هلأ المصاري هي كل شيء، المصاري هي كل شيء. وسخ الدنيا طلع كل شيء. أول شيء المصاري ما كان لها أهمية، لها أهمية بأنه اشتري وبيع، بس كانوا يسموها عن جد وسخ الدنيا، لأنه خلص كانت عبارة عن سد حاجة. ومثل ما بنتذكر أيام زمان كانت مقايضة، إنه أنا بعطيك شيء أنت بتعطيني شيء. ما كان في شيء اسمه مصاري لحتى تطورت العملة، تطورت الأيام، وصرنا بموقع وصلنا فيه على أنه العملة تشتري كل شيء. عن جد بتشتري كل شيء، تشتري الحب، تشتري الكرامة. حتى بني آدم إذا بدك تشتريه، العملة قادرة أنها تشتريه. بهالأيام نحن من دون أي استثناء، إلا إذا في ثغرات أو استثناءات بسيطة جدا جدا جدا، كلنا عم نركض ورا المال، كلنا عم نركض ورا المصاري مني وجر. أنا عم بركض ورا المصاري مشان أسس حالي، مشان أكون قوي لقدام، لأنه بعرف الدنيا كتير صعبة وكتير قوية، بتقتل الجبان، بتقتل الضعيف، بتقتل الفقير. الدنيا بتساند القوي، بتساند الغني، بتساند يلي عنده لقدام واسطات، يلي عنده ظهر يسنده. أما غير هيك كله حكي فاضي، غير هيك كله حكي فاضي. ما في شخص ممكن يساعدك هلأ لأنه بيحبك، ما في شخص ممكن يساعدك هلأ لسواد عيونك. صدقني، بده يساعدك بده يكون له معك شي، ما بعرف شو هو، مصاري أو أي شي، مصلحة تانية. بس صدقني، إذا بده يمدلك إيده بده ياخد من إيدك، بده يعطيك شي بده ياخد منك شي. ما بيعطيك ببلاش، أبدا ما بيعطيك ببلاش. هلأ المصاري هي كل شي. للأسف وسخ الدنيا صار كل شي، كلنا عم يركض ورا المصاري. في عالم اضطرت أنها تتغرب مشان المصاري، في عالم أنها اضطرت تشتغل شغل أبدا 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 ما رح أحكي شي، شغل ما منيح مشان المصاري. في عالم اضطرت أنها تضل بأماكن ما بتحبها، أماكن بعيدة عن أماكن كتير صعبة كمان مشان المصاري. في ناس اضطرت تبيع أغلى شغلات بتملكها كمان مشان المصاري. في ناس اضطرت أنه توصل لمرحلة تستغنى فيها عن كرامتها كمان مشان المصاري. أنا ماني عم حدد وماني عم بحكي شي، بس أنا عم نوه على شي، على أنه المصاري هالأيام صارت كل شي. منشوف زلمة، ما رح أقول ختيار، عمره بال70 80 أو حتى بال90، معه مصاري، معه أملاك كتيرة، مستعد يتجوز بنت ال14 سنة. شيء طبيعي وشيء عادي. أيام زمان ما كنا نشوف نحن هذا الشيء. يمكن كنا نشوف فرق الأعمار، إنه بين
بين شاب بتجوز صبية فرق الأعمار 10 سنين لحدود 15 سنة بس عن طريق الحب. مصاري، ما كان كل شيء بالمصاري. يمكن هلأ أنا ماني عم أقول نفي قاطع، لا، أكيد في ثغرات، في حالات، في أكيد ما في شيء مطلق أكيد. بس هلأ كل شيء بالمصاري، عادي بيتجوز بالمصاري، بياكل بالمصاري، بيشرب بالمصاري، بيسافر بالمصاري، بيعمل اللي بده إياه بالمصاري. زلمة 70 و80 و90 قادر يتجوز أحلى بنت لأنه معه مصاري. الشاب الشغيل التعيب القبضاي الحلاوة يلي مثل ما بيقولوا ابن حلال بيتعب من الصبح للمساء، بنت الحلال أو بالأحرى بنات الأيام ما بترضى فيه لأنه يمكن يا دوبه عم بيكفي حاله، يا دوبه عم بيسد جوعته، يا دوبه عم بيأدي مصاريف حاله، يا دوب. كتير منا هلأ عم يتعب، عم ينزعج، عم ينقهر عن جد. نحن جيل بينزعل علينا، الجيل اللي طلع من جديد يلي ما وراه ظهر، يلي ما وراه سند، يلي ما وراه حدا يدعمه. كتير بينزعل علينا عن جد. طيب ماشي، ما رح أحكي عن حالي، أو بالأحرى خلوني أوضح أكتر، ما رح أحكي عن غيري، رح أحكي عن حالي. أنا لنفترض أني طالع بدي أسس حياتي من الصفر، من ولا شيء، لا بيت، لا عمل، لا أي شيء. بدي أضطر أني أروح أدور على شغل. بأغلبية الأحيان بدي أشتغل شغلات أنا ما بحبها، أنا ما بفضل، أنا ما بحب. إذا يمكن أشتغل شغلات خارج نطاق الشيء اللي أنا حابه، خارج نطاق الدراسة اللي أنا دارسة، خارج نطاق الإرادة اللي أنا بحب كون فيها. واشتغلت شهر وشهرين وسنة وسنتين. أنا عم بشتغل لحتى أمن حالي، ويا دوب أنا لحتى أمن حالي ما رح أقدر أمن حالي، خاصة بظروف الشغل والتعب يلي عم بنمر فيه والقهر يلي عم نعيشه كل يوم. الوظائف، الشغل، العمل، سواء خاص سواء عام سواء شو ما كان يكون، عم نشتغل، عم ناخد مصاري، ايه، بس هالمصاري يا دوب تكفينا نحن كبني آدمين كأشخاص. أنا عم بحكي عن حالي، ماني عم بحكي عن أهلي، عن حبيبتي، عن صديقي. أنا عم بحكي عن شخص واحد. أنا عم بشتغل لحتى سد جوعتي أنا فقط لا غير. بالنسبة للعالم التانيين مثلي ومثلي 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 عم بيشتغلوا، في منهم عم بيشتغل من الصبح للمساء ومن المساء للصبح، يعني فينا نقول 24 ساعة، ويا دوب عم بيلحق مصاريفه، يا دوب عم بيلحق أجار بيته، يا دوب عم بيلحق يطعمي عائلاته، يا دوب. وفي منا بالناحية الثانية قاعد لا شغلة ولا عملة، كل اللي عامله يمكن يدخن سيجارة، يمكن يروح على مطعم، يمكن يروح استجمام، يروح سياحة، يروح من دولة لدولة، لأنه أساسه قوي، لأنه عنده سند، لأنه عنده حدا معرفة قوية. إنه اختلاف بين الغني والفقير. هيا موضوع كتير طويل وعميق ما بدنا نفوت فيه بالتفصيل، بس أنا ماني ضد هالشي، لأنه من أول ما فتنا على الحياة تقريبا، من لما صار في شيء اسمه درهم عملة لحد هاللحظة، في شيء غني وفي شيء فقير، ما حدا ضد هذا الشيء، وبالنهاية الرزق على رب العالمين. بس أنا عم بحكي عن إنه المصاري هلأ قادرة تشتري كل شيء، تشتغل كل شيء. أنا كشخص هلأ لنفترض معي مصاري كتير، أنا قادر اشتغل فيها اللي بدي إياه. أي شيء بيخطر على بال الإنسان قادر إنه يساويه، أي شيء. لدرجة إنه من شوي ذكرنا مثال ختيار أو شاب أو زلمة كبير بالعمر قادر إنه يتجوز صبية 14 لأنه معه مصاري، قادر إنه يسافر كل العالم كل يوم يقعد ببلد لأنه معه مصاري، قادر إنه يعمل شغلات ما بتخطر على البال لأنه معه مصاري. بالنهاية المصاري طلع بيشتري الحب. الحب نقطة ضعف، المصاري نقطة قوة. أكيد نحن بدنا نلحق نقطة القوة وما بدنا نلحق نقطة الضعف. طبعا أنا مو أنا يعني، طبعا في حالات شاذة. كيف يعني؟ في بنلاقي شخص بيحب شخص لأنه بيحبه عن جد، بس مو بكل الأحوال، مو بكل الحالات.
بنلاقي الشخص بيحب شخص لأنه بيحبه إيه ماشي، بس كمان مو بكل الحالات. بيحبه لأنه في معه مصاري، بيحبه لأنه في معه مصلحة، بيحبه لأنه بالنهاية يا صديقي يا صديقتي، اشتغل على حالك. وبرجع بكرر وبقول وبدي ضل أقول، ما تطلب من الله يعطيك حياة سهلة، لا أبدا. اطلب من الله يعطيك القوة، وانت رح تفوت بالحياة ورح تكون قوي فيها ورح توصل. وخلي دائما ثقتك بالله أولا، وبعدين وثق بنفسك ثانيا، وصدقني رح توصل. أنا ببصم لك بالعشرة أنك رح توصل. خلي عندك إرادة، خلي عندك طموح، وأهم شيء ما تتراجع. بدك تفشل مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. ناجح كم مرة فشل لحتى وصل؟ أنا هلا بحكي لك الناجح كم مرة فشل لحتى وصل. الناجح ما نو ناجح طلع من بطن أمه ناجح، أكيد لا. الناجح طلع فشل مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة ويمكن 20 ويمكن قضاها فشل كتير، بس آخر شي وصل لأنه تعلم من فشله. ما يئس، الأمل ضل ساته، الأمل موجود. طول ما الأمل موجود يا صديقي يا صديقتي رح توصل. يمكن يطول الزمن شوي بس رح توصل، صدقني رح توصل. وبالنهاية كان معكم أحمد إبراهيم. بتمنى أنه ما أكون طولت عليكم، ما أكون زعجتكم بكلامي، بس المشكلة هي الصراحة أنا دائما بطلع بحكي شيء صريح، بطلع بحكي شيء لازم ينحكى، لازم يبين ولازم ينقال وينحكى على العموم. طيب ماشي، سلام، باي.